خلاص يا جماعة، اللحظة اللي استنيناها بقالنا سنين قربت جدا. المتحف المصري الكبير أكبر متحف للآثار الفرعونية في العالم، بيستعد عشان يفتح أبوابه لكل الدنيا خلال أيام. في فيديو النهاردة هنلف حوالين المتحف وهنشوف آخر الاستعدادات للافتتاح. فلو بتحب التاريخ وحابب تعرف الجديد عن مصر ومن قلب مصر، فالفيديو ده معمول علشانك. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد من جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا. احنا دلوقتي ماشيين على الطريق الدائري، الجو الصبح جميل جدا والشمس لسه بتطلع كده بهدوء، عاملة لون ذهبي على العربيات وعلى الطريق وعلى العمارات وعلى المنطقة الهامة اللي بتستعد لحدث كبير بعد أيام قليلة. الهواء الصبح ليه ريحة مختلفة، ريحة بداية جديدة. شايفين؟ الدنيا لسه هادية، بس فيها حركة خفيفة كده من الناس اللي خارجة بدري على شغلها. احنا النهاردة جولتنا مميزة جدا لأننا رايحين نشوف واحدة من أكتر الأماكن اللي مصر كلها مستنياها تفتح رسميا، المتحف المصري الكبير. المكان اللي العالم كله بيتكلم عنه واللي خلاص بقى على بعد أيام من لحظة افتتاح الكبير في 1 نوفمبر الجاي إن شاء الله. خليكم معانا كده واحنا ماشيين بالعربية، لأننا هنشوف بعينينا قد إيه المنطقة دي اتغيرت وإزاي كل تفصيلة فيها بتتحضر عشان الحدث التاريخي ده. الطريق الدائري تم توسعته بشكل رائع لأنه من الطرق الرئيسية للوصول للمتحف. والاتجاه اللي احنا فيه لو كملنا الطريق اللي هنوصل لطريق الواحات في الاتجاه اللي رايح لمدينة 6 أكتوبر يمين، وفي الاتجاه اللي رايح لطريق الفيوم شمال. لكن احنا هندخل من أول شمال، ومن أول نزلة شمال بتقابلنا وخلاص نازلين مع بعض. الطريق قدامنا واسع وملفوف بلون الصبح الذهبي، والعربيات بتتحرك بهدوء. كل ما نقرب أكتر ناحية المتحف نحس كأننا بنقرب من التاريخ نفسه. من بعيد كده لمحات من الأهرامات بتظهر خفيفة كأنها بتستقبلنا، إحساس رهيب مفيش كلام يوصفه. إحنا دلوقتي قربنا على المخرج اللي بيودي لميدان الرماية. من هنا البداية الفعلية لجولتنا حوالين المتحف. الطريق بقى أوسع، الأسفلت جديد، والخطوط مرسومة بشكل واضح على الجنبين. شايفين الزرع؟ كله متظبط ومترتب بدقة، تحس إن كل شجرة هنا ليها مكانها المحسوب. دلوقتي دخلنا فعليا اتجاه ميدان الرماية، وده الميدان اللي بيشهد أكبر حركة تطوير في المنطقة. المباني القديمة اتجددت في محلات جديدة بتفتح، والكافيهات بدأت تظهر على الجوانب. وبنشوف من هنا مبنى المتحف المبهر واللي بيكون على يمنا واحنا نازلين من الدائري. وأول ما بننزل من الدائري على يمنا بيبقى في طريق جديد اتعمل عشان يوصلك لظهر المتحف، وميدان وسط مساكن ضباط الرماية اللي هنشوفه مع بعض بإذن الله في الجولة النهاردة. اللافتات الكبيرة بدأت تبان على الجنبين، عليها صور المتحف المصري الكبير ومكتوب بخط عريض: الافتتاح يوم 1 نوفمبر. كل مرة نبص فيها نحس بالفخر، كأن البلد كلها واقفة مستنية اليوم ده. واللي على شمالنا ونواجه للمتحف بعد ما ننزل من الدائري هو حدائق الأهرام القديمة، ولغاية ما نوصل لميدان الرماية هيكون على شمالنا عدد من الفنادق. وخلاص بقى المتحف المصري الكبير موجود على يمنا، والطريق هنا اتوسع بشكل كويس جدا ضمن أعمال منطقة المتحف. وعلى يمنا واضح شكل المتحف ومبناه من الأعلى. طبعا تصميم المتحف تصميم مميز جدا، ومن المتحف بنشوف الثلاث أهرامات بشكل واضح. واللي صمم المتحف شركة أيرلندية، واللي صمم المعرض المتحفي شركة ألمانية اسمها أتيليه بروكنر. المميز في تصميم المتحف إنه بيجمع ما بين الحداثة والطابع الفرعوني، وشكل مثلثي مستوحى من الرموز الهندسية الفرعونية. وطبعا الميزة الأساسية للمتحف هو الموقع الجغرافي بين تاريخ أهرامات الجيزة العريق، وإنك من المتحف بتشوف إطلالة مباشرة على الأهرامات، وبتكون رحلة واحدة مباشرة من المتحف للهرم والعكس. وده عن طريق الكوبري اللي اتعمل واللي هنشوفه كمان شوية صغيرين في جولتنا بإذن الله. زي ما احنا شايفين احنا في الميدان بتاع الرماية، وشوفوا هناك الزحمة لسه بسيطة في الأجواء هنا، بس باين إن في تجهيزات والشرطة منتشرة في نقاط واضحة حوالين الميدان. المرور منظم جدا، وهيجي على اليمين اتجاه طريق الواحات والطريق الجديد اللي اتجدد مخصوص لتسهيل حركة حوالين المتحف.
تعالوا كده نلف يمين ونكمل في طريق الواحات. الطريق واسع جدا وكل جزء فيه معمول بإتقان. شايفين الرصيف اللي على اليمين كله معمول ببلاط جديد ومزوق بلمسات فرعونية بسيطة كده، وفي لافتات حديثة مكتوب عليها بالإنجليزي والعربي جراند ايجيبشن ميوزيوم. تحس إنك داخل عالم تاني. وعلى يمنا هنا جراج كبير انتظار العربيات لزوار المتحف وأتوبيسات السياحة. ومن المكان ده إطلالة المتحف المميزة جدا على الأهرامات، والجو هنا مختلف فعلا، كله نشاط وشغل وتجهيزات للافتتاح. كل حاجة ماشية بخطة واضحة جدا. ولو لسه موجود معايا في الفيديو أتمنى تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. واللي عدينا عليه من شوية هو كان الممشى السياحي اللي بيربط بين المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة اللي قدامنا، وده عشان يسهل حركة السياح ويخلي تجربة الزيارة أسهل وأمتع، وتكون تجربة متكاملة من غير بقى ما يتنقلوا بالباص ويطلعوا وينزلوا أكتر من مرة. وبدايته بتكون من بوابة المتحف وبيوصلك للأهرامات. وواضح إن الممشى هيكون مميز جدا إن شاء الله. وشمل التطوير في محيط المتحف المصري الكبير إن اتعمل في محيط المتحف مخرج ومدخل لمحطة مترو رماية ومحطة المتحف التابعة للخط الرابع اللي اتصمم بشكل مختلف وشكل جميل ينائم المنطقة السياحية والأثرية اللي فيها متحف عظيم ومهم زي المتحف المصري الكبير. والممشى السياحي اللي اتعمل بشكل حاولوا يحافظوا فيه على هوية المكان الأثرية ويكون على شكل أحجار أثرية زي ما هو متصور معانا في الفيديو. احنا كده انتقلنا من ميدان الرماية لبداية طريق الفيوم الصحراوي، وبنلاحظ مع بعض برضو الاهتمام بالشكل الحضاري في التنسيق للمنطقة واللي يليق بالمتحف المصري الكبير. في المكان بقت على شمالنا منطقة وهضبة أهرامات الجيزة وطريق الفيوم اللي دخلنا فيه، اللي منه بنوصل لطريق الواحات اللي بيوصلك لمدينة 6 أكتوبر وكمان بيوصلك لحدائق أكتوبر، وقبلهم بيكون موجود حدائق الأهرام. طريق الفيوم في الجزء ده وعلى يمنا كان في نادي الرماية أول ما بنخش يمين بعد نادي الرماية، واللي تفرع من شارع اسكندرية الصحراوي أو طريق اسكندرية الصحراوي اللي تمت إزالته عشان إنشاءات المتحف. والطريق اللي ما جاش هنا من فترة اتوسع جدا وبقى تقريبا 8 حارات مرورية. وهنستكمل رحلتنا في المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير إن شاء الله. احنا كده وصلنا لليوتيرن اللي بيخليك ترجع تاني ناحية ميدان الرماية. هنعمل يوتيرن دلوقتي ونرجع في نفس الطريق عشان نكمل جولتنا ونشوف الاتجاه التاني واحنا راجعين كده، ونبقى شايفين على يميننا منظر الأهرامات من بعيد، منظر رائع. الشمس بقت أعلى والإضاءة عاملة انعكاس ذهبي على الرمل، وواجهة المتحف بدأت تبان تاني من بعيد كأنها هرم جديد بيتولد. دلوقتي احنا راجعين على ميدان رماية تاني والزحمة بدأت تزيد شوية، بس الحركة ماشية بسلاسة. في عربيات سياح بدأت تظهر في الأجواء، وواضح إن المكان بقى نقطة جذب حتى قبل الافتتاح. وميدان الرماية واللي متسمي على اسم وظيفته الأساسية لأنه كان مكان مخصص لتدريبات الرماية والأنشطة العسكرية، وخاصة قبل ثورة 52 لما كانت القوات البريطانية موجودة في مصر. زي ما حضراتكم شايفين ادي الممشى السياحي باين من بعيد اللي بيعدي طريق الفيوم زي ما احنا شايفين من قدامنا، وبدأت تبان معانا من بعد الممشى ده مباشرة بشكل واضح محطة مترو أنفاق الرماية واللي تصميمها متناسق مع المنطقة الأثرية. من الميدان هنا هنكمل يمين في طريق اسكندرية الصحراوي، وده الاتجاه اللي بيودي المدخل الهرم القديم واللي اتنقل من نهاية شارع الهرم لطريق الفيوم. احنا لسه بنتمشى في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير واللي اتعمل عشان يكون أكبر متحف للآثار في العالم، ومتوقع بإذن الله إنه يستوعب أكتر من 5 مليون سائح سنويا.
وده بشكل مبدئي. وبعد ما عدينا الجزء ده هندخل على أول شمال يقابلنا من شارع الشمس. من جنب فندق ريجنسي، الفندق الأربع نجوم زي ما هو متواجد عدد من فنادق الخمس نجوم في المنطقة. المنطقة كلها حواليه فيها حركة شغل غير عادية، مهندسين، عمال، رافعات، كاميرات، كل حاجة بتتحرك بدقة. احنا دلوقتي هنلف ونشوف المتحف من الزاوية التانية، ومن الشارع هنا ممكن نوصل تاني لميدان الرماية والطريق الدائري. والمنطقة اللي احنا فيها هي حدائق الأهرام القديمة، غير حدائق الأهرام الجديدة اللي هي هضبة الأهرام. منطقة هادية ومميزة جدا للسكن. ولو لسه موجود معانا في الفيديو، أتمنى إنك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وانت في المنطقة المحيطة بالمتحف هنا في إحساس غريب كده، مزيج بين الأصالة والحداثة. لما تشوف المتحف بالتصميم ده وتحس إنك في نفس الوقت على بعد خطوات من الأهرامات، تحس إنك واقف ما بين الماضي والمستقبل. قدامنا هنا مركز خوفو للمؤتمرات، ورجعنا كده مرة تانية لشارع الرماية وداخلين على الميدان، وهندخل في اتجاه ميدان الرماية ومنه لطريق الفيوم مرة تانية عشان نشوف زاوية جديدة للممشى السياحي، ونشوف زاوية جديدة ورؤية مختلفة للمتحف المصري الكبير. وزي ما حضراتكم بتشوفوا معانا كده قدامنا الممشى السياحي المهم جدا، لأنه هيخلي زيارة المتحف والهرم في يوم واحد أسهل، وكمان هيطول مدة بقاء السائح هنا، وهيساعد في تنمية المنطقة. زي ما احنا شايفين منطقة بالكامل تم إعادة تأهيلها زي ما احنا بنشوف مع بعض، سواء من المباني أو من الطرق أو نسب التشجير. وبقى واضح جدا على شكل المتحف المبهر، واللي هيكون فيه أكتر من 100,000 قطعة أثرية من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية. وشايفين قد إيه موقع المتحف مميز، ومساحته حوالي 117 فدان، وأعمال الإنشاءات عملتها شركة أوراسكوم مع شركات تانية. وإحنا دلوقتي ماشيين في ميدان الرماية تاني، والطريق الرئيسي اللي منه بنشوف الواجهة الأمامية للمتحف بأكملها. شايفين كده المتحف ظاهر بعظمة غير طبيعية، واجهة زجاجية ضخمة بتلمع مع الشمس، والأعلام المصرية مرفوعة على الجنبين. من مظاهر تزيين الطرق المؤدية للمتحف الاحتفال باليوم الرائع ده، يوم الافتتاح. المنطقة المحيطة بالمتحف دي كلها اتنظمت واتسفلتت من جديد عشان تخدم حركة الدخول والخروج من المتحف. حتى أعمدة الإنارة شكلها عصري جدا. بصراحة المشهد كله يخليك تحس بالفخر إنك مصري. كل تفصيلة هنا بتقول إن في شغل معمول بإحساس، مش مجرد إنجاز شكلي. مستمرين في اتجاه طريق الواحات عشان نبدأ اللفة الأخيرة حوالين المتحف، ودخلنا من الشارع الجانبي اللي بيكون بين المتحف ومساكن ضباط الرماية. واحنا ماشيين شايفين اللافتات الجديدة اللي بتقول Welcome to the Grand Egyptian Museum، كلها مكتوبة بخط أنيق ومعاها رموز فرعونية خفيفة بتبرز الجمال في التصميم والتجهيزات للاحتفال باليوم العظيم ده في افتتاح المتحف المصري الكبير. في كده جو احتفالي كده في الشارع، لأن خلاص فاضل أيام قليلة على الافتتاح. واحنا ماشيين في الشارع الجانبي للمتحف اللي فيه المداخل للمتحف المصري الكبير، بناخد بالنا أول ما احنا بندخل من الشارع على يميننا المتحف وعلى شمالنا مساكن ضباط الرماية. ونذكر إن وجود المترو جنب المتحف مباشرة إن شاء الله لما يشتغل الخط الرابع هيسهل جدا عمليات الوصول للمتحف، وهيشجع جدا السياحة الداخلية ورحلات المتحف ومنطقة الأهرامات. ومحطة مترو الأنفاق الخاصة بالمتحف المصري الكبير، واللي طبعا اتعمل بشكل مميز، ولكن لسه ما زالت عمليات الإنشاء شغالة في الخط الرابع الجديد الواصل للمتحف. وزي ما بقول لحضراتكم هتسهل جدا عملية زيارة المتحف ومنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير اللي بدأت فكرة إنشائه من التسعينات في القرن الماضي، وسنة 2002 اتحط حجر الأساس لبنائه. وشعار المتحف اللي معروف حاليا واللي تم اختياره من لجنة تحكيم مصرية، واللي فاز بشرف التصميم طارق العتريسي المصمم اللبناني الهولندي، وبيمثل التسطيط الأفقي للمتحف، واللي جوانبه بتطل على الهرم، واللون البرتقاني في الشعار اللي بيعكس اللون اللي بتعكسه أشعة الشمس على هضبة الأهرام. ولو لسه موجود معانا في الفيديو، أتمنى إنك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. احنا مازلنا جنب المتحف المصري الكبير، ومعروف ان مطار سفنكس قريب جدا من المتحف
على بعد حوالي 7 كيلو، وده بيسهل كمان وصول رحلات مختلفة من السائحين. وكان من المفترض افتتاح المتحف يوم 3 يوليو اللي فات، ولكن للظروف الإقليمية اللي حصلت اتأجل افتتاحه ل1 نوفمبر إن شاء الله. وطبعا مهم جدا افتتاح المتحف في ظروف طبيعية، والافتتاح والمتحف هيكون هدية للعالم كله من مصر، وهيعكس مكانة مصر وتاريخها العظيم. والمتحف بيضم صالة عرض رئيسية ومتحف للأطفال ومراكز تعليمية وبحثية وسينما ومسرح ومنطقة تجارية ومطاعم وكافيهات ومركز لترميم الآثار، وهو الأكبر في الشرق الأوسط. احنا ما زلنا في محيط المتحف المصري الكبير، واللي من ابرز معروضاته مجموعه الملك توت عنخ امون الكامله، واللي بتعرض في مكان واحد. وموجود كمان تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني عند المدخل، ومجموعه نادره من المومياوات الملكيه، وموجود قطع ضخمه ما اتعرضتش قبل كده، ومعمول نظام عرض متطور جدا باستخدام الواقع الافتراضي. ولو لسه موجود معانا تاني في الفيديو، اتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشايفين المتحف على يمنا من هنا، والمنظر الجانبي ليه وبوابات الدخول ليه والمصممة بشكل رائع تعكس أهمية المتحف. وتقدروا تشوفوا من الشارع ده امتداد المبنى بالكامل، الضخامة بتاعته، التفاصيل المعمول فيها، الحيطان الخارجية زي ما احنا شايفين. اتحط في الشارع هنا النخيل واتعمل ديكورات فيه كأنها منحوتة بدقة نادرة، وكمان منظومة إضاءة مميزة جدا، وأكيد بتبقى إضاءتها رائعة جدا بالليل. وتم تشجير جوانب الشارع. والمتحف المصري الكبير موجود على يمنا، واللي فعلا كنا محتاجينه جدا من زمان عشان نعرض فيه عدد كبير من القطع الأثرية والتحف اللي كانت متخزنة في بعض المخازن في المتاحف القديمة، أو في الأقصر أو في بني سويف أو في المنيا. مستمرين في جولتنا ولسه ماشيين في شارع مدينة الضباط بالرماية، وبنتفرج عليه وبنتفرج على الشوارع المحيطة بالمتحف المصري الكبير اللي موجود على يمنا دلوقتي. وعلى يمنا على طول مركز ترميم الآثار، واللي موجود كمان فيه حوالي 19 معمل لترميم مختلف أنواع الآثار عشان ترجع لشكلها الطبيعي. وفكرة إنشاء المتحف في مصر بدأت مع تأسيس علم المصريات لما نجح العالم الفرنسي شامبليون في اكتشاف حجر رشيد، اللي كان في الأول متحف صغير كده في بركة الأزبكية القديمة في قلب القاهرة، واتسمى بعد كده متحف الأزبكية، وكان رئيسه رفاعة الطهطاوي. وبعد كده اتعمل متحف الأنتخانة أو متحف بولاق، واللي كان في موقع مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون دلوقتي أو مبنى ماسبيرو. وبعد كده بقى اتعمل المتحف المصري الموجود في ميدان التحرير، واللي إن شاء الله كتير من معروضاته اتنقلت للمتحف هنا أو معظم معروضاته، وفي عدد كبير من المعروضات كمان اللي كانت في المخازن. وصلنا لميدان موجود في نهاية الشارع الفاصل بين مساكن الضباط بالرماية وبين المتحف المصري الكبير وبواباته. بنلف مع بعض جوه الميدان، وهنرجع مرة تانية إن شاء الله على طريق الفيوم الصحراوي، وهو اللي هننهي منه إن شاء الله جولتنا. ولو لسه موجود معايا في الفيديو، أتمنى إنك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. ولسه موجودين مع بعض في شارع مدينة الضباط بالرماية، وبنشوف السور اللي اتعمل هنا واللي أضفى جمال للمنطقة، واتعمل بستايل مشابه لأبنية المعابد المصرية القديمة. وفصل كده المنطقة السكنية عن منطقة المتحف اللي موجودة على شمالنا ودلوقتي، ومساكن الضباط هي اللي موجودة على يميننا دلوقتي، واحنا بنتجه لنهاية جولتنا. أتمنى إن جولتنا النهاردة تكون مفيدة ليكم، وشوفنا فيها عدد كبير من الإنشاءات المحيطة بالمتحف المصري الكبير، زي محطات مترو الأنفاق اللي اتعملت محطة مترو المتحف المصري الكبير ومحطة أنفاق الرماية. وشوفنا الشوارع المحيطة بالمتحف المصري الكبير زي الشارع اللي احنا فيه شارع مدينة الضباط، وشوفنا طريق الفيوم الصحراوي، وشوفنا نادي الرماية اللي أزيل عشان إنشاءات المتحف والتأهيل والتطوير اللي حصل للشوارع المحيطة بالمتحف المصري الكبير. يعني تقريبا شفنا صورة عامة بانورامية كده للمنطقة المحيطة بالمتحف، واللي زي ما قلت لحضراتكم احنا كنا محتاجينه من زمان بالفعل. وإن شاء الله هيكون متحف مميز وافتتاح أسطوري هيحضروا ضيوف من كل العالم، واللي هيكون حدث تاريخي ومميز. وزي ما قلنا هو كان مفتوح بشكل تجريبي مع الاستعدادات اللي شغالة على قدم وساق للافتتاح واستقبال ضيوف الافتتاح. احنا راجعين مع بعض ان شاء الله لطريق الفيوم الصحراوي، بيكون في الواجهة من الجهة المقابلة من طريق المنطقة الأثرية ومنطقة الأهرامات قدامنا على طول هناك، وبيبان شكل مميز للأهرامات وهضبة الأهرامات قدامكم. واحنا طالعين مرة تانية على طريق الفيوم الصحراوي مرة تانية. أتمنى إن جولتنا تكون جولة مفيدة ونكون استفدنا منها، وشفنا الاستعدادات لليلة الافتتاح اللي مصر كلها مستنياها والعالم كله لافتتاح المتحف، وشفنا التطوير الجميل اللي بيتم في مصر في الفترة الأخيرة.
أتمنى إن جولتنا كلها تكون عجبتكم، وقبل ما نختم جولتنا خلوني أقول لكم اللي إحنا شايفينه النهارده ده بس مش تطوير لمنطقة، ده فصل جديد في تاريخ مصر من أول الفكرة لحد آخر حجر في المتحف. كل متر بيحكي حكاية جهد وشغل وإصرار. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.